خوتي السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ان شاء الله جزائري يكشف عن متبون وهو يسرق المعلومات من وزير مغربي، والاعلام المصري يعلق على فوز المغرب رفقة اسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم 2030 والمشكلة التي صنعها المغرب. خوتي نخليكم تسمعوا اش كيقولوا ثم نعود لنعلق. المستجدات على الساحة الرياضية، وزي ما قلت لحضراتكم بنبدأها من كأس العالم 2030 والمغرب وإسبانيا والبرتغال اللي حصلوا بالفعل على تنظيم كأس العالم لهذه النسخة. بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم إنه العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا هو المرشح الوحيد لاستضافة مونديال 2030، وده بيعني أنهم فازوا بالفعل بحق تنظيم هذه البطولة. المغرب هتكون الدولة العربية الثانية اللي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد قطر في نسخة 2022. كمان موقع الفيفا كان قال انه اوروغواي والارجنتين وباراغواي هيلعبوا مبارياتهم الافتتاحيه في بلادهم. ليه؟ ده هيكون احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق اول بطوله لكأس العالم. انما فعلا زي ما حضرتك قلت دي لازم تتغلب عليها، مش عشان اكسب بطوله او لازم يكون في بطوله مجمعه، لا، كاس العالم هتبقى رايح جاي مفيش بطوله مجمعه، فلازم تكسب، لازم تروح كاس عالم. والمره دي في 9.5 فرقه هتروح كاس عالم او 10. اعتقد ان هو مالناش حاجه، لازم تروح ولازم تأدي في كاس عالم. حته التمثيل الشرفي ده، التمثيل المشرف، التمثيل المشرف ده لازم يتلغي خلاص. انت 10 فرق هتروح، لازم تكون مصر منها، ده اكيد ان شاء الله يعني. وهم تروح هناك مفيش تمثيل مشرف، لازم تبقى تأدي كويس. المغرب عملت لك مشكله كبيره دلوقتي، انك انت لازم توصل. المغرب وصل قبل النهائي يعني لازم توصل ابعد حاجه، انك انت برضه مصر، ولازم تفكر في كده يا جماعه. لازم تحس انك انت تحس بنفسك، انت مصر وانت منتخب مصر، فليك اسم كبير جدا. اللي مش عارف كده لازم يحس بكده، لازم يعرف كده. المغرب اعلنت انها هي والبرتغال واسبانيا هتقدم ملف مشترك لتنظيم كاس العالم 2030 وهياخدوه. نتمنى طبعا. لا، هتتاخد. ليه؟ المغرب تقدر تعمل، عندها بنيه تحتيه رائعه جدا، عندها استادات رائعه جدا، عملت في كاس العالم عمل حاجات كويسه جدا، وصل قبل النهائي. فكل الحاجات دي مع اسبانيا اللي هي بتعرف، والبرتغال اسبانيا كمان بالذات، يعني احسن كاس عالم اتعمل في تاريخ العالم كله. كاس العالم على مدار تاريخ كاس العالم هو في اسبانيا اللي هو 82. احسن كاس عالم لغايه النهارده اتعمل. ما فيش كاس عالم اتعمل في كاس عالم على مدار العالم الا في اسبانيا 82. فاسبانيا تقدر تعمل، البرتغال تقدر تعمل، ومعاها المغرب ملف مشترك للثلاثي، ملف 3، لان كل دلوقتي عشان بقوا 48 عدد بقى كبير، فلازم ثلاث بلاد. انما شايف انا في الدول العربيه البلد الوحيده اللي هتاخدها مع اسبانيا والبرتغال هي المغرب. فنتمنى التوفيق واتمنى لهم كل التوفيق، لانهم يقدروا. المغرب بلد جميله جدا وعندها بنيه تحتيه كويسه قوي، مع اسبانيا والبرتغال يقدروا يعملوا كاس عالم كويس. وزير التجهيز والماء وجهيز، المهم تابع الفلاحه نتاع المروك نتاع العدو الكلاسيكي، راه هو اللي قالها الاول. القضيه حامضه. 1,300,000,000 متر مكعب سنويا، وقتاش؟ في 2030. شكون اللي قالها؟ وزير التجهيز والمياه تاع المروك. قلت له بركاك بلا تمني، قال والله، قال لي والله غير قالوها عندنا في المروك، بالله عليك. قلت له، قال لي لا بالله عليك لا نمي، قال لي درك نبعث لك الفيديو. وركبوا معاه تاع تبون. ها هو السيد وقتاش قالوا يوم الاربعاء 15 فبراير 2023. يوم الاربعاء 21 يا 15 فبراير 2023، يعني فيفري اللي فات وزير نتاع الماء نتاع المروك نتاع الدولة العدوة
هو اللي قال مليار و300 مليون متر مكعب سنويا. وقتاش؟ في 2030. في 2030 ماشي دركا، يعني مستقبلا. ينعت لك باللي رئيس فرشة تاع الصح يسرق الهضرة من عند وزراء اخرين. يسرق الهضرة. ها 300 مليون متر مكعب في السنة. ها بغينا نوصلوا ان شاء الله من هنا ل 2030 الى مليار و300 مليون متر مكعب في السنة، من اللي هي ناتجة عن تحلية مياه البحر والموجهة للماء سهل الشرب، للصناعة، السياحة والسقي. وعلى ذكر المياه، فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج مليار و300 مليون متر مكعب يوميا إن شاء الله. يوميا. تاع المروك تاع دولة العدو واش قال؟ قال في 2030 يعني يزيد 2024 25 26 27 28 29 30 سيتحقق مشروع تحلية مليار و300 مليون سنويا، يعني في العام مليار يعني ما يقارب 100 مليون شهريا والله هكذا. تبون ناكلها بابها، تبون جابها من الاخر زكاره في العدو. احنا عندنا سخوي، احنا عندنا اقوى دوله، اقوى جيش في المنطقه، ناكلها باباها الحلوف. ضرب كذبه قد استغفر الله يا ربي قد السماء، ضرب كذبه قد وهرا. واش قال لهم؟ قال لهم مليار و300 مليون متر مكعب، ماشي في 2030، في 2024 العام الجاي، وماشي سنويا، يوميا يا دين الرب، يوميا. فهمتوا علاش في باتنا يديروا الصف بمئات الالاف على جال الحليب؟ تصريح جديد خلاص. خرجت صحفيه واحده اخرى من ولايه بلعنباس غرب البلاد، اسمعوا واش قاعده تحكي. على واش تحكي؟ بالعباس هذه ماشي في المروك ولا في تونس، في الجزائر. اسمع. ليلهم نهار ونهارهم ليل، شواذ جنسيا، شباب أو كهول، فاطات أو فاطشات يرتادون هذه الملاهي الليلية من كل الولايات. وراء هذه الأبواب الموصدة عالم ضربت فيه مساوئ الأخلاق أطنابها. هنا كل شيء يسوق، الكحول، القصر، وطبعا الكحول. وأكد لي 200 سطر القصر. حتى الولاد صغار، بنات صغار كاينين. جزائر محافظين، جزائر احنا مازلنا حاكمين الاسلام، حاكمين وما نقعوا الاسلام. احنا جزائريين، احنا بالنهار مسلمين، على خاطر لان افعل ما تشاء بعد العشاء. هناك مقوله شهيره للمداخله بعد العشاء: اضربوا حتى نتصب الشتاء. انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما لو كل اب يسب بنته تتعتب قدامه هنبقى كلنا قرايل. هذا واحد من الوزراء. اسمع. سعادة السفير الجمهورية العربية الصحراوية، سعادة السفير مرحبا بك، اهلا وسهلا. اسمعوا الكارثه وش يقول دابا، يقول خنابره. اهلا وسهلا. الاستقلال تاعكم راهو جاي، ما تكسرش راسك. صحيحه. المروك راهو يوضر في وقته. مروك الاستقلال راهو جاي. نحن الشعب الجزائري. الشعب الجزائري. خرجنا فرنسا وهي مشاتيه. قول والله. اسمع. انت حاجه مهمه على فكره يا باشا. انا ساعات بشوف صورتك في الجورنال لما بشتري فلافل بقرا القرطاس. يستشهد بشهيد. اسمع. وحاربناها في كل مكان، حاربناها لنا في الجزائر، وحاربناها في عقوبة في عقوبتها،
هم معنا الشهداء موجودين. معنا مجاهدين شهداء قال لك. ها كلهم راني لا انت ها بخوش. انا نشهد باللي ضربنا في فرنسا في دارها. هذا من المسؤولين الكبار في الجزائر يستشهد بشهيد وانتم تصفقوا عليه. كونوا رجال عباد الله، راحنا تمسينا في رزقنا وضيعونا في ولادنا، هذا راه ماشي حق عباد الله. كونوا رجال وانتم نوضوا على وانتم نوضوا عباد الله وانتم نوضوا علي. أعزائي، حقق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة فوزا كبيرا على نظيره النرويجي بنتيجة 5 أهداف مقابل 0 مساء يوم الأربعاء في منافسة الدوري الدولي لكرواتيا، وهذا وسيلاقي أبناء هشام الدكيك يوم الخميس منتخب لاتفيا على أن يواجه المنتخب التركي يوم السبت القادم في ثالث مبارياته في هذه المنافسة الدولية. أخوتي، نتمنى التوفيق لكافة المغاربة والمسلمين، والسلام عليكم.